صامتون. هذا العمل بإشراف الدكتور رعد الحسيني مدير المعهد. شكرا جزيلا. هذا يوم جميل ورائع أن نقف في أروقة معهد الفنون الجميلة للبنات، وقيام قسم الإعداد والتدريب باحتضان احتفالية كبرى بمناسبة عيد النصر وعيد تأسيس الجيش العراقي الذكرى الرابعة بعد 100، وكذلك عيد تأسيس الشرطة العراقية. هذا الاحتفال كان بمثابة كرنفال مركزي، مشاركة كبيرة لمعاهد الفنون الجميلة في محافظة نينوى، وأيضا المشاركة الفعالة لمعهد الفنون الجميلة للبنين نينوى. حقيقة هذه الأعمال كانت رائعة جدا برعاية معالي وزير التربية المحترم والسيد مدير عام تربية نينوى، بإشراف ومتابعة من قسم الإعداد والتدريب الممثل بالست أسماء الجبوري، وبحضور مشرف لمجلس محافظة نينوى متمثل بسيادة نائب رئيس المجلس. اليوم معاهد الفنون الجميلة في نينوى تحتفي وتحتفل بيوم النصر العظيم وذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسل وتأسيس الشرطة العراقية. كان لنا مشاركة متميزة لمعهد الفنون الجميلة للبنين بكونه المعهد الأم في نينوى الذي تأسس العام 1978 بفتيانه وشبابه من الطلبة المبدعين والموهوبين. شكر ومحبة وامتنان لكل من ساهم ودعم معهد الفنون الجميلة دراسة صباحية، وإن شاء الله على العهد باقي. شاركنا اليوم بعرض مسرحي بعنوان تذاكر مسافرون. طبعا العرض حاكي الفترة اللي مرت فيها مدينة الموصل وما جرى في هذه المدينة من حروب. عالجنا هذه الفكرة من خلال عرضنا المسرحي، توجه بكل من ساند في تقديم هذا المهرجان وهذا الحفل. برعاية قسم الإعداد والتدريب في محافظة نينوى، بكل فخر وسعادة نلتقي اليوم في هذا الحدث الثقافي والفني المتميز بمشاركة معاهد الفنون الجميلة في محافظة نينوى بمناسبة عيد الجيش العراقي ويوم النصر. وهذا المهرجان يمثل رمزا للوحدة والتكامل ورسالة تؤكد أن الفنون هي لغة السلام والجمال التي تجمعنا جميعا.